تخيل أن سامسونج أخيراً تطلع لنا جوال ببطارية ضخمة سعتها 6000 ملي أمبير ومعالج جيل جديد، ومعاه نسخة برو بحجم أصغر وبطارية قوية. خلك معي لين آخر الفيديو عشان تعرف كل التفاصيل الجديدة عن جالكسي S27 ألترا وجالكسي S27 برو، وفي نقاط مرة مهمة ما وديك تفوتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله ومرحبا فيكم يا أحلى ناس، حياكم الله في قناة في اس بالعربي. قبل ما نبدأ في التفاصيل، إذا أنت مهتم بأخبار الجوالات والتقنية وتسريبات سامسونج الجديدة، لا تنسى تدعمنا بزر اللايك وتشترك في قناة في اس بالعربي عشان نقدر نوصل ل20 ألف مشترك بإذن الله في أقرب وقت. بس قبل ما نبدأ، لا تنسى أن سوينا لك موقع يجمع كل تسريبات وأخبار الجوالات القادمة، ويعرض أقوى خصومات الجوالات وإكسسواراتها من أمازون السعودية ونون، وتقدر تبحث عن أي جوال وتشوف الإكسسوارات المرتبطة فيه اللي عليها عروض، وكمان تطلع على المواصفات الكاملة لأي جهاز وتسوي مقارنة بينهم بسهولة. ويلا نبدأ بالموضوع على طول. سامسونج هالفترة قاعدين يتكلمون عن الجيل الجاي من جوالاتهم الرائدة، وسلسلة جالكسي S27 بدأت تثير نقاش كبير بين الناس. آخر التسريبات عن جالكسي S27 تعطينا صورة عن أقوى التطويرات اللي سامسونج تجهز لها من سنين، من بطارية ضخمة لمعالج جديد قوي، وصولا لنسخة جديدة كلياً باسم جالكسي S27 برو. باين أن سامسونج ناوية تهز سوق الجوالات الفئة العليا مرة ثانية. واحدة من أكثر الأشياء اللي الكل يتكلم عنها هي بطارية جالكسي S27 ألترا. التقارير الأخيرة تقول أن سامسونج أخيراً ممكن تضيف بطارية ضخمة سعتها 6000 ملي أمبير في أقوى جوال عندها. الشيء هذا لو صار بيخليها واحدة من أكبر البطاريات اللي شفناها في سلسلة جالكسي S ألترا. احنا عارفين اليوم أن عمر البطارية صار من أهم الأشياء عند مستخدمين الجوال. الناس تستخدم جوالاتها للألعاب، مشاهدة الفيديوهات، السوشيال ميديا، التصوير، وحتى الشغل طول اليوم. بطارية أكبر تعني وقت تشغيل شاشة أطول، وتقلل الحاجة أنك تدور شاحن بنص اليوم أو آخره. وبرضو في توقعات أن سامسونج بتحسن تجربة الشحن بشكل عام. التسريبات تقول أن جالكسي S27 ألترا ممكن يدعم تقنية الشحن اللاسلكي QI2. هذا الشيء يعطي الجوال دعم للإكسسوارات المغناطيسية، مثل اللي ناس كثير تعودوا عليها في أجهزة منافسة. يعني تقدر تستخدم شواحن مغناطيسية، بطاريات مغناطيسية تركب في ظهر الجوال، محافظ مغناطيسية، وإكسسوارات ثانية بسهولة. هذا بيخلي تجربة الاستخدام اليومي للجالكسي S27 سلسلة بالكامل أريح وأسهل. خلونا نروح على الشاشة. الشاشة واحدة من المجالات اللي سامسونج دائما تركز فيها وتبدع. التسريبات تقول أن الشركة ناوية تستخدم شاشة أوليد متطورة مبنية على مواد اسمها M16. يمكن الاسم يبدو تقني شوي، لكن الفائدة واضحة للمستخدم. المفروض أن الشاشة تعطي سطوع أعلى، رؤية أفضل تحت الشمس، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. يعني لما تشوف فيديو أو تتصفح السوشيال ميديا أو تعدل صور أو تلعب ألعاب، كل شيء بيكون شكله أجمل وأوضح، ومع كذا يستهلك طاقة أقل من قبل. سامسونج أصلاً معروفة أن شاشاتها من الأفضل في السوق، ومع جالكسي S27 ألترا ممكن ترفع السقف أكثر وتقدم مستوى جديد من الجودة في الشاشة. نجي للأداء. التوقعات تقول أن الأداء بيشهد نقلة كبيرة. جالكسي S27 ألترا يشاع أنه بيجي بمعالج جديد اسمه سناب دراجون 8 إليت، الجيل السادس برو. المعالج هذا جيل جديد مبني بتقنية تصنيع متقدمة بحجم 2 نانومتر. كل ما صغرت تقنية التصنيع عادة يعطيك كفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة وأداء أقوى في نفس الوقت. هذا يعني أن التطبيقات تفتح أسرع، الألعاب تشتغل بسلاسة أعلى، والتبديل بين البرامج المتعددة يكون أسلس. ومع التوقع أن الجهاز يجي برامات من نوع PDDR6، جالكسي S27 ألترا ممكن يكون واحد من أسرع جوالات الأندرويد اللي نزلت في السوق. للناس اللي تهتم بالألعاب، التوقع أنك تحصل على فريمات أعلى وتجربة ثابتة أكثر مع حرارة أقل. ولصناع المحتوى، المعالج هذا مع الرام السريع يقدر يعطيهم سرعة أكبر في تحرير الفيديوهات وتصدير المقاطع والتعامل مع ملفات كبيرة. أما المستخدم العادي فبيحس بالتغيير في سلاسة الاستخدام اليومي، من فتح البرامج لتصفح الإنترنت للتنقل بين المهام بدون تهنيق أو تعليق مزعج. لكن الشيء اللي فعلا شد انتباه كثير من الناس هو ظهور اسم جديد في السلسلة، جالكسي S27 برو. سامسونج واضح أنها تجهز خيار جديد
لناس يبغون مواصفات فلاجشيب لكن ما يحبون يحملون جوال ضخم مرة. التسريبات تقول إن جالكسي S27 برو بيجي بشاشة حجمها 6.47 إنش. هذا الحجم يخليه أصغر من نسخة الألترا، وبالتالي أسهل في الاستخدام بيد واحدة وأريح في الحمل في الجيب. وبرغم أنه أصغر، قصة البطارية فيه برضو قوية. التقارير تشير أن جالكسي S27 برو ممكن يجي ببطارية سعتها 5000 ملي أمبير، وهذه نفس السعة اللي شفناها في كثير من أجهزة الألترا في الأجيال السابقة. التركيبة هذه تخلي جالكسي S27 برو واحد من أكثر الأجهزة توازناً اللي ممكن سامسونج تقدمها. يعطيك حجم مريح في اليد، ومع كذا بطارية ممتازة قريبة من مستوى الألترا القديم. من النقاط المثيرة بعد أن التسريبات تقول أن سامسونج ممكن تشيل القلم من نسخة البرو. في ناس كثير يعشقون القلم ويستخدمونه يومياً، لكن برضو في نسبة كبيرة من المستخدمين نادراً ما يستخدمونه. ففكرة أنهم يلغون القلم في البرو تعطي سامسونج مساحة داخلية أكبر، وهذه المساحة ممكن يستغلونها في تكبير البطارية أو تخفيف وزن الجهاز أو تخلي التصميم أنحف وأخف في اليد. نجي للكاميرا، واللي دائما تكون نقطة حساسة بين الإصدارات. حسب المعلومات الحالية، جالكسي S27 برو ممكن يشارك نفس حساس الكاميرا الأساسية ونفس حساس الكاميرا الواسعة جدا مع جالكسي S27 ألترا. لو هذا الشيء صار فعلا، المستخدم اللي يختار نسخة البرو ما راح يضطر يضحي في جودة الصور مقارنة بنسخة الألترا. الصور والفيديوهات وأداء التصوير في الإضاءة المنخفضة ممكن يكون قريب جدا من تجربة الألترا، لكن بسعر أقل وجهاز أصغر. هذه الاستراتيجية تخلي جالكسي S27 برو واحد من أكثر الأجهزة جاذبية في تشكيلة سامسونج. بدل ما تجبر المستخدم يشتري أكبر وأغلى جهاز عشان يحصل أفضل كاميرا، سامسونج ممكن تعطيه تجربة تصوير قريبة من الألترا في جهاز أكثر عملية في الاستخدام اليومي. لو نطالع سلسلة جالكسي S27 ككل، باين أن سامسونج مركزة على الأشياء اللي تهم الناس فعلاً: بطارية أطول عمر، شاشات أفضل، أداء أسرع، شحن لاسلكي محسن، وخيارات أكثر تناسب احتياجات مختلفة. نسخة الألترا باين أنها متجهة لتكون جهاز موجه لعشاق القوة، اللي يبغون أعلى مواصفات، أكبر بطارية، أفضل شاشة، وأقوى معالج، وكل التقنيات الجديدة في جهاز واحد. بينما نسخة البرو ممكن تكون النقطة الذهبية بين الحجم والمواصفات، تعطيك أداء فلاجشيب مع حجم معقول وبطارية قوية. طبعا لازم نذكر أن كل التفاصيل هذه ما زالت مبنية على تسريبات وتقارير، ولسه مو تأكيد رسمي من سامسونج. يعني ممكن بعض الأشياء تتغير أو تختلف لما الشركة تعلن رسميا عن الأجهزة. لكن لو هذه التسريبات طلعت صحيحة، سامسونج ممكن تكون فعلا قاعدة تحضر لأقوى تشكيلة فلاجشيب لها من سنين. المنافسة على لقب أفضل جوال في سنة 2027 واضح أنها بتكون مشتعلة، وجالكسي S27 ألترا وجالكسي S27 برو شكلهم داخلين المنافسة بقوة. وفي النهاية السؤال لك أنت، إيش رأيك في هذه التسريبات عن جالكسي S27؟ هل بطارية بسعة 6000 ملي أمبير في الألترا كافية أنها تخليك تفكر ترقي وتشتري؟ ولا تشوف أن جالكسي S27 برو بخليطة بين الحجم المناسب والبطارية القوية مواصفات أفضل لك؟ اكتب رأيك في التعليقات وقل لنا أي نسخة تشوفها الأنسب لك ولميزانيتك وطريقة استخدامك. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك المحتوى لا تنسى تدعمنا بزر اللايك وتشترك في قناة VS بالعربي عشان نقدر نوصل ل20,000 مشترك بإذن الله، ونكمل نجيب لك كل جديد عن سامسونج وجوالات الأندرويد.